انقلاب الإعلام الأسباني، وهو لأول مرة الإعلام الأسباني يشارك في المهازل اللي بتحصل يا صديقي العزيز حاليا، سواء من الجزائر، من السنغال، من المغرب. ليه؟ لأن المغرب وافقت على حدوث كارثة كبرى، وده اللي احنا نعرفه النهاردة لما نشوف أسبانيا وهي بتنقلب كاملة، والإعلام الأسباني ينقلب كامل على الجزائر وعلى مين؟ الجزائر وعلى الجزائريين. صاحبي وحبيبي، عايزك في البداية تصلي معايا على النبي، فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع الفيديو ده وبعدين نتكلم. صرح رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم غافائيل لوبيز أن الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية وبعض مباريات كأس أفريقيا 2026 لم تسئ فقط لكأس أفريقيا بحد ذاتها، بل ساءت أيضا لسمعة الكرة العالمية. هو النهائي في إسبانيا. أوكي، يلا نسمعوا بيدريرول ونسمعوا مانو كارينيو. بالي تذكر حتى الاسم ديال جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يعني الصحافة الإسبانية اللي بغات تستغل يعني الشغب اللي خلقوه الجمهور السنغالي والجزائري سابقا في محاولة لاقتحام ملعب مراكش في المقابلة ديال نيجيريا. يعني هاد الجماهير بجوج. La mejor imagen, sobre todo en la final. Lo cierto es que ya que hemos perdido el partido inaugural, que también dijeron que iba a ser en España, pero que no, porque va a ser en Uruguay, esperemos no perder al menos la final. España tiene que organizar la final de ese mundial. Eso sí, salvo que a Infantino le seduzcan desde Marruecos, que todo puede ser. الصحافة الإسبانية النزيهة، رغم أن الإسبان هم طرف مباشر في المنافسة على احتضان ديال المباريات ديال المونديال، خاصة المقابلة النهائية. التصريح ديال رافائيل لوسان اللي هو رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم خلق يعني جدل واسع هنا بإسبانيا، خاصة لدى الصحافة الإسبانية. سؤال المطروح ديال الصحافة الإسبانية والشعب الإسباني، شكون اللي قال لوسان على أن النهائي غادي يكون في إسبانيا؟ سبق وأن خرجت الصحافة الإسبانية، صحيفة ماركا وداك الساعة، وكانت احتفلت الصحافة الجزائرية خاصة الدراجي اللي حادي كل صغيرة وكبيرة عن المغرب، ناسي بلادو والمشاكل ديال بلادو والطوابير والفيضانات، كل شيء ناسيه ومركز بواحد الشكل ما تصوروش. هو الزعيم ديال الابواق ديال النظام الجزائري والاعلام الجزائري الرسمي اللي داولوا هذا الخبر، يعني على انه احتفال وفوز جديد وعظيم للجزائر. المغرب ما غاديش ينظم المقابله النهائيه كما سمعتوا مانو كارينيو وجوسيب بيدريرول، يعني صاحب ومقدم البرنامج الشهير تشيرينغيتو، يعني قال مزيان على أننا، وهذا انتصار يعني لإسبانيا، على أننا نحتضن المقابلة النهائية. لكن من قال للوسان على أن إسبانيا، لأن قبل كان كيتقال البرنابيو والآن كيتقال إسبانيا فقط، فمن قال للوسان على أن النهائي سيكون بإسبانيا؟ يعني شكون اللي قال له هذا الخبر، أو شكون اللي عطاه يعني هذا الخبر؟ واش رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو؟ واش رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز؟ والمفاجئ وهو ذكر اسم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. هل ملك المغرب el presidente de la FIFA Infantino, ¿vale? El presidente del gobierno Pedro Sánchez o rey de Marruecos Mohamed VI؟ يعني بيدريرول واحد يعني من أشهر الصحفيين هنا في إسبانيا، ولو أنه كان يطرح عليه هذا السؤال، والصحافة راه غادي تحرج لوسان، يعني ما غاديش يتهنيه. يعني انت عطيتي واحد النوتيسيا، يعني هادو ماشي بحال دولة العالم الآخر، هادو عندهم نيشان تعطيتي، هما يعترفون بقوة المغرب، بالي خاصة فيما يتعلق بالتنظيم ديال المغرب اللي كان لي بورسيرتو الزوجة ديال موتسيبي. يعني الأول مرة هذا الخبر ما عرفتش واش شفتوه ولا لا، يعني رئيس الكاف موتسيبي
في لقاء مع قناة كانال بلوس كيقول بلي أخبرت. سمعت وشفت بقى اسبانيا نفسها بتتكلم وبتقول ايه. تخيل بقى ان ده الاعلام الاسباني، تخيل بقى ان ده الاعلام الاسباني اللي هو مش مهتم بيك، مش مهتم بكرة القدم بتاعتك، مش مهتم اصلا لان هو مش في قارتك. تخيل بقى ان ده طالع بيهاجمك. يا فضيحتك يعني. والله العظيم انا صعبان عليا الاخوه الجزائريين، انا بقول عليهم اخوه احتراما من ادبي وزوجي. ما تعودتش ان انا اغلط في حد، فلو هنقول كراغله، هنقول والله زريبه، هنقول كل اي شتيمه او اي غلط او اي سب ليهم بسبب الفضايح والكوارث اللي هم بيعملوها دي. لدرجه ان اسبانيا تطلع وتتكلم على المهازل اللي عملتها الجزائر. لا، من حقنا نطلع ونوري الناس ونعرفهم حقيقة الوضع. على ما اظن انت سمعت الفيديو وعرفت التفاصيل بما فيه الكفاية. الفيديو ده بما فيه بيقولك ان الجزائر الدولة المحترمة، الجزائر بتعمل فضايح. الجزائر بتتعدى على الجمهور ورجال الامن وتتعدى على اللعيبة. الجزائر يقومون بفعل كوارث يا صديقي العزيز. جمهور الجزائر بيفضح الجزائر يا صديقي العزيز على مستوى العالم أجمع. لما نشوف إعلاميين الجزائر وإعلام السنغال يتم الانقلاب عليهم من العالم أجمع بسبب ما حدث في بطولة كأس أفريقيا. نشوف بقى الجمهور الجزائري وهو بقى واقف قدام الاستاد وطالع بيتكلم ويقول لك انا ما لاقيش تذاكر. انت حبيبي لو اشتريت تذكره كنت هتخش المباراه. بسيطه، مش صعب، اشتري تذكره وخش. انا الجزائر، المغرب دي بلد وحشه، المغرب دي بلد مش عارف ايه، المغرب ما فيهاش، المغرب فيها كل حاجه. يروح يصور في مكان في صحراء ويقول لك اهي المغرب اهي صحراء وبيوت معفنه وبيوت قديمه. ده ايه؟ ولا نشوف واحد مثلا مؤثر رياضي وصحفي يطلع يغلط في جلالة الملك، الجزائري اللي غلط في جلالة الملك واهان صورة جلالة الملك وحط الستارة على صورة جلالة الملك وطلع وغلط في جلالة الملك وقال لك انا مش عايز اشوفه. انت قاعد في دولته، انت قاعد في مملكته وده الملك بتاعها، انت قاعد في مملكة وده الملك بتاعها، تيجي انت تغلط فيه؟ ولا نشوف واحد يطلع يتبول على المدرجات، يتبول تم الحكم عليه ومحاسبته ب6 شهور. بس 6 شهور دي يعني ايه؟ يعني ايه يا جزائريين؟ يعني 6 شهور في مقابل ان انت قمت بإهانة والغلط، يعني والله العظيم إهانة وغلط وتمرد وقلة أدب وإساءة للمغرب والمنتخب المغربي. فاللي احنا شفناه وشفنا ردود الفعل الكارثية دي يا صديقي العزيز لابد من التدخل وحسم الأمر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش تضغط لايك وتشترك في القناة. هتوحشوني. سلام.